مشكلتهم مش مع فكرتك، مشكلتهم معاك انت. تعال اقول لك بقى تعمل ايه لو حد تطول عليك بالكلام، او زي ما احنا ما بنقول حب يشوف نفسه عليك. اكشن. ازيك كله بونو بونو؟ تخيل معايا انك داخل نقاش عادي، فجاه اللي قدامك بدل ما يرد على كلامك يرمي عليك كلمه مثلا زي انت غبي وانت اصلا فاشل، تفهم ايه انت عن الموضوع ده؟ هنا بقى اللعب بدأت، ما بقاش نقاش، بقى هجوم شخصي. ازاي بقى ترد عليه من غير ما تتلخبط او تتهز؟ بص انا عارف ان الهجوم الشخصي اخطر مما تتخيل، عشان مش بيستهدف فكرتك، ده بيستهدفك انت. زي مثلا في نقاش في فكره مشروع، واحد يقول لك الفكره حلوه والتاني يرد يقول لك ايه بقى؟ اخر واحد يتكلم عن المشروع. انت عمرك نجحت في حاجه اصلا؟ لاحظ كده بقى ان الفكره اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليها خلاص اتنست، والمكان كله بقى مركز على شخصك مش كلامك. بتعمل ايه بقى؟ اول حاجه افصل بين الفكره والشخصنه، يعني قول خلينا في النقطه اللي بنتكلم عنها وسيبك مني دلوقتي. تاني حاجه ارجع للموضوع الاساسي. ثالث حاجه استخدم هدوءك كسلاح، ما تخليش الاستفزاز يسحبك، عشان احسن رد على اي هجوم انك ما تتهزش وما تتعصبش. تعال اقول لك مثال على رد كامل. بص ممكن تشوفني زي ما تحب، بس خلينا نجاوب على الفكره. هل عندك اعتراض منطقي عليها؟ كده انت مسكت السيطره تاني. خليك دايما فاكر اللي بيهاجمك شخصيا بيعلن افلاسه فكريا. انت بقى لو حد حاول يهاجمك بالشكل ده ترد بهدوء ولا هتسيبه يستفزك؟ بس كده.